في ناس كتير بتقارن الجيل الحالي لمنتخب مصر اللي وصل لدور ال 16 في كأس العالم وأحرج منتخب الأرجنتين مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر اللي كان مع الكابتن حسن شحاتة. قارنهم كده واحدة واحدة. أولا بالنسبة للمدير الفني كابتن حسن شحاتة ولا الكابتن حسام حسن؟ أنا أختار كابتن حسام حسن. ليه؟ لأنه الكابتن حسن شحاتة الكواليتي بتاع اللعيبة اللي كان متوفر قصاده كان أحسن بكتير من الكواليتي اللي متوفر قصاد الكابتن حسام حسن. خليني اقول لك معلومه كده. سنه 2006 مجدي عبد العاطي، جمال حمزه، محمد زيدان، احمد بلال، الاربع مهاجمين دول كانوا مهاجمين سوبر، وكمان عليهم محمد فضل، خمس مهاجمين ما انضموش لمنتخب مصر في افريقيا 2006. ليه بقى؟ لان المهاجمين اللي كانوا في منتخب مصر حاليا سنه 2006 كان عماد متعب، عمرو زكي، عبد الحليم علي، حسام حسن، واحمد حسام ميدو. متخيل قد ايه كواليتي اللعيبه كانت فارقه؟ انت النهارده كنت بتتكلم تاخد مصطفى محمد ولا ما تاخدوش؟ مهاجم واحد بس. يجي بقى للاعبين في حراسه المرمى، عصام الحضري ولا مصطفى شوبير؟ انا اروح مع الحضري طبعا. انا متيم بعصام الحضري، فما ما تدخلش الحضري في مقارنه مع اي حد. بالنسبه لنا انا هختار الحضري. تيجي بقى لخط الدفاع، طبعا المنتخب زمان كان بيلعب 3-5-2، المنتخب حاليا بيلعب 4 ورا. فدلوقتي انت عندك 3 مدافعين، كان هاني سعيد، وائل جمعه، والثالث بتاعهم كان ساعات يبقى شادي محمد، ساعات يبقى محمود فتح الله، ساعات كان يبقى ابراهيم سعيد، كان يلعب ابراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا ووائل جمعه. المجموعه دي وائل جمعه يلعب على اي حد، وابراهيم سعيد يلعب على اي حد من المجموعه الحاليه، هاني سعيد يلعب على اي حد من المجموعه الحاليه. يمكن شادي محمد ومحمود فتح الله ممكن اقول لك يعني ايه، حسام عبد المجيد افضل، ممكن نقول والله محمد عبد المنعم افضل يعني. لكن وائل جمعه، هاني سعيد، ابراهيم سعيد، وعبد الظاهر السقا، لا دول يعني يلعبوا على اي حد من الفريق اللي موجود حاليا. الباك اليمين في 2006 كان محمد بركات، في 2008 و2010 كان احمد فتحي فتره واحمد المحمدي فتره. فانت عندك 3 هنا في المكان ده. الناحيه الثانيه في المنتخب حاليا محمد هاني، لا ال3 دول افضل بكتير من محمد هاني. الناحيه الشمال في 2006 كان محمد عبد الوهاب، وفي 8 و10 كان سيد معوض. طيب حاليا مين؟ احمد فتوح ومحمد حمدي وكريم حافظ. لا، سيد معوض ومحمد عبد الوهاب احسن من ال3 يعني 100%. يجي بقى نص الملعب، الجيل الذهبي كان محمد شوقي، احمد حسن، حسني عبد ربه، وساعات كان احمد فتحي يلعب معاهم، ساعات حسام غالي كان يلعب معاهم. لكن يعني اكتر ناس كانت بتشارك حسني عبد ربه واحمد حسن ومحمد شوقي. حاليا قصادهم مهند لاشين، مروان عطيه، حمدي فتحي. انا مش شايف من ال3 بتوع الجيل الحالي ممكن حد يلعب مع الجيل الذهبي غير مهند لاشين. هو الوحيد اللي امكانياته كانت عاليه قوي. وما تنساش كمان محمد حمص كان ساعات كان بيشارك مع الجيل الذهبي. تمام، فهو مهند لاشين بس اللي ممكن يلعب على المجموعه دي. طيب مركز رقم 10 في الجيل الذهبي كان بيلعب في مين؟ يا اما محمد ابو تريكه يا اما محمد زيدان. حاليا يعني ممكن تقول امام عاشور، وممكن تقول محمد صلاح لو مش هتخلي محمد صلاح جناح، على اساس الطريقه القديمه ما كانش فيها اجنحه. فهو ما فيش غير محمد صلاح وامام عاشور، لا يلعبوا مع الجيل القديم، لا يلعبوا. صحيح ابو تريكه ومحمد زيدان كانوا لعيبه سوبر، لكن محمد صلاح وامام عاشور برضه امكانيات عاليه قوي. مركز راس الحربه، لا، المهاجمين بتوع الجيل الذهبي سواء عماد متعب سواء عمرو زكي، حتى يعني ميدو في الفترات بتاعته افضل، قدموا مع المنتخب مستويات افضل من اللي قدمها مرموش حاليا.